مساء الخير على كل سمكاوي. فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن الزريعة وطريقة العناية بالزريعة، الجبي أو أي حاجة تانية. الحمد لله هنا هتلاقوا فيه جبي وفي زبرة دانيو وفي تحت خالص هنا بلاتي ميكي ماوس. طريقة الحفاظ عليهم مش لازم خالص إن أنت خلاص بقى تعتمد إن أنت يبقى عندك أحواض إزاز كلها. أهم حاجة في الموضوع إن تبدأ تتابع النتاية، عشان خاطر اول ما تبقى باين عليها خلاص ان هي في اخر فتره الولاد بتاعتها هتبدا تولد، عشان زي ما احنا عارفين الجبي من ضمن السمك الولود. نبدا نعزلها نحطها في مكان خاص زي الحضانات الجاهزه اللي هي بتبقى موجوده بتتلزق على الازاز من الداخل، وبيبقى فيها اماكن تخش فيها الميه ويخرج منها، عشان خاطر تقدر تغير عليها الميه من خلال الفلتر، مفيش مشكله. المهم تعزلها وتحطها، واول ما يبدا يبقى فيه تفريخ عندك ويبدا يبقى فيه ولده تبدا تظهر عندك، تبدا تاخد النتايه ترجعها تاني بعد ما تخلص في يوم واحد، تبدا ترجعها تاني لمكانها الحوض الطبيعي، وتاخد الزريعه زي ما انتم شايفين كده. نبدا نحطها في حوض خاص بيها. دي طبعا عامل حاويه كبيره، دي بتبقى من اي مكان بتاع ادوات منزليه. تبدا تحط فيها الفراخ بتاعتك او الزريعه بتاعتك زي ما انتم شايفين. دي طبعا اعمار مختلفه، بس فيهم بس حتتين بس للكبار، عشان خاطر دي نتاية الصفرا دي ذكر بتاع، وفي ذكر تاني هتلاقوه في الحوض. غير كده كله زريعة حرفيا. طلعت عندي بفضل الله من أجواز مختلفة. مش مشكلة خالص إن أنت تحط حاجات مع بعض، كده مفيش خطر عليهم من بعض، طالما كده أصلا لسه عمرهم صغير. وده برطمان دفنية ملناش دعوة بيه، أنا حاطه بس عشان درجة الحرارة هنا. ولازم طبعا توجد سخان زي ما انتم شايفين كده. وحطيت لهم انا 2 كاتفش وواحدة ابل سنيل، عشان خاطر بس تحاول تنضف شوية، عشان زي ما انتم شايفين كده الفضلات عندهم باستمرار طبعا عشان الاعداد بتاعتهم. ممكن لو انت عندك الاعداد اقل شوية تبدأ تحطهم في حاجة اقل من دي 40 في 30 في ارتفاع 30. ممكن تحطهم في مكان اقل من ده شوية، حاوية اصغر شوية زي الحاويات اللي هي اصغر دي. وممكن تجيب دهب عشان خاطر تفضل تحط فيها وما تقعدش تنقل، عادي برضه مفيش مشكلة خالص. واسعارها بتبقى عاملة 150 تقريبا عند اي حد بتاع ادوات منزلية. الموضوع هيبقى احسن كتير معاك، بدل ما تعمل حوض ازاز غالي جدا، وبدل ما تسيبهم في الحوض الاساسي ويتاكلوا. ايه تاني بس، ونحط لهم بقى فخار عشان الميه حاول تبقى نقيه الى حد ما. وده فلتر صغير اللي هو الفلتر السفنجة الصغير المصري خالص، ده بيتباع ب35 جنيه و30 جنيه بس. والترمومتر برضه طبعا عشان تتابع درجة الحرارة، وتبدأ تتابع معاهم بالتأكيل. أنا بتابع معاهم بالتأكيل لمدة 10 أيام. الأكل المطحون ده اللي هو خاص بالزريعة لمدة 10 أيام بس، ممكن تبقى أقصى حاجة 12 يوم على حسب برضك هو سنهم وصل لحد فين أو حجمهم وصل لحد فين. كل ده هيفرق معاك طبعا في فكرة النمو بتاعهم. بيبدأوا يشدوا معاك بقى إن أنت تبدأ تديهم دق شور، طبعا ناس كتير أوي عارفاها، دي قشور عادي تبدأ تديهم منها مفيش مشكلة. وبرضه خلي بالكم في العمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيبدأوا ياكلوا راس عادي، راس تروبيكي عادي مفيش مشكلة. وممكن برضك لو انت عندك اكل معين حبوب او حاجة تقدر تطحنها لهم، يعني الراس دي انا ممكن اطحنها لهم واحطها لهم مفيش مشكلة. وعندي سبرولينا باودر برضك بقدر احطها لهم برضك بياكلوها مفيش مشكلة. التنوع مطلوب في السن ده عشان تأسيس السمكة نفسه. وعندي برضك خلطة قلب بقري بالفيتامينات والكلام ده كله. عندي خلطة 80% منها بروتين، وخلطة تانية 60% منها بروتين نبات، يعني عشان اقدر اواظب معاهم في حتة الميكس شوية. لان الجبي زي ما انتوا عارفين هو نص نص، يعني ما عندوش هو فكرة ان هو بروتين حيواني اكتر، لا عادي هو بياكل ده وبياكل ده بس. فالتنويع مطلوب في الاكل. دي حاجة بسيطة بس حبيت ان انا اوريها لكم. مش لازم خالص تتعب نفسك وتجيب حوض تاني وتعمل حوض تاني، او تقول الموضوع عندي وسع واعمل ايه ومش هعمل ايه، او تفضل سايبهم في الحضانة. وطبعا المساحة بتاعت الحضانة مش هتبقى كافية، فهتتعبهم ومش هيكبروا معاك بالشكل اللي انت طالبه، لان في حاجات منهم هتموت. وانصحك من اول حاجة ان شاء الله حتى تكون سمكتين 3 4 5 حطهم في مكان لوحدهم، لان اتاكل مني كميات رهيبة من الاسماك الزريعه دي. عشان انت لما بتيجي تحط، حتى لو انت حطيتهم مع ابوهم وامهم اللي هي والدته برضك ممكن تاكلهم عادي جدا مفيش مشكله. يعني ما تحطش في دماغك ان هي ايه، لا ده انا حطيتهم مع ابوهم وامهم ومفيش حاجه تانية في الحوض غيرهم، لا عادي ممكن ياكلوه. ما بالك بقى باللي حاطط ميكسات في الحوض
عامل عنده ميكسات وحاطط سمك انواعه مختلفه والدنيا جميله. انا السكيرت تتر عندي كان بتاكل السمك بالعبيط يعني، كانت بتتسلى كده على السمك الصغير. ولو انت عندك خط حلو في الجبي مش هتلاقيه يعني، مش هيقعد، هتلاقيه بيتاكل كله. انا خسرت يعني فرخين او زي ما بيقولوا عشين بسبب الموضوع ده. كنت اسيبهم في الحوض عادي والدنيا جميله، لحد ما جات لي فكره الحوض البلاستيكه دي زي ما التايلانديين بيعملوا والصينيين بيعملوا، وبدات اعمل زيهم. هما طبعا بيحطوش في الحاجات زي دي بالظبط، هما بيحطوا في البرطمان الاطباق اللي هي الكبيره جدا دي، بس دي طبعا ما بتقدرش تشوف حاجات من الجناب. انا ببقى عايز اشوف اكشف شويه من الجنب، لو في حاجه في الجنب هبان اقدر اشوفها عادي، اقدر انزل كده عادي ويبان برضك الى حد ما. بس دي حاجات بسيطه كده حبيت اوريها لكم، وهبوريكم برضك شكل الحضانه هيبقى عامل ازاي، عشان تبقى انتوا برضك اللي مش واخد باله منه يبقى عارفه. اهم حاجه في الحوض لازم الفلتر والسخان، والميه بتاعتهم لازم تتغير. لو قدرت تتغير مرتين في الاسبوع يبقى 10/10، عشان تغيير الميه مهم جدا لفتره الزريعه دي، عشان خاطر النمو بتاعهم يبقى اسرع شويه. وحته التغذيه بتاعتهم ما تطولش في الاكل بتاع الزريعه، عشان خاطر مش هيبقى مفيد ليهم لما يكبروا شويه. لازم تجيب لهم اكل كبار عادي زي القشور، لا اما تجيب بقى اكل عادي، اي اكل حتى لو حبوب او اقراص وتطحنه عادي هياكلوه كده كده ما تقلقش يعني. والاكل الحي برضك زي ما انت شايف في دفنية هنا في البرطمان ده، تقدر تحط لهم منهم في العمر ده. تقدر تحضر ارتميا مفيش مشكله، وبرضك هنبقى نتابع مع بعض ونعمل فيديو تحضير الارتميا ونشوف بنحضرها ازاي وبنأكلها ازاي، مفيش مشكله. ايه تاني؟ بس يعني دي شويه حاجات من الحاجات المهمه اللي لازم نتابعها الايام دي، عشان لو طلع عندك فرخ في اي وقت. طبعا انا ما حبيتش ان انا احط اي سمك بياكل فضلات غير الكاتفيش، هتلاقوا فيها واحده او اتنين بس هنا. وبقى بعتمد كل الاعتماد في الاحواض دي على الابل سنين. الابل سنين مش هتعمل حاجه للسمك، وكده كده هتقعد تمسح في الاحواض البلاستيك، تقعد تاكل البقايا اللي تحت، تظبط الدنيا، هتروق الدنيا شويه. وانا من كل تغيير ميه ببدا اجيب الشبكه الصغيره وابدا بس احركها تحت في الارضيه، عشان لو في سمك يتحرك يعني بعيد عن الشبكه، عشان خاطر طبعا لو في حاجه طلعت في الشبكه انت مش هتحس بيها ولا هتشوفها اصلا. بس فببدا الم الفضلات اللي تحت دي كلها، عشان برضك تنظيف الميه اول باول مع كل تغييره مهم جدا لحياه السمكه ونمو السمكه السريع. دي حاجه بسيطه كده كنت بحاول ان انا اتابعها معاكم، وهوريكم برضك شكل الحضانه معاكم. بصوا دي برضك الحضانه اللي كنت بقول لكم اهي. حاولوا تحطوا زرع طافي على قد ما تقدروا، طالما كده عندكم اضاءه بالقدر الكافي، عشان خاطر الزرع السمك نفسه بيطمن ليها. وطبعا انت بتبقى محتاج اكتر اطمئنان للسمكه او هدوء للسمكه، عشان خاطر تقدر تولد بسلام وتطلع لك اكبر عدد من الافراخ يعني. دي هي الحضانه. الناحيه التانية طبعا فيها سكوتشات بتلزقها على الازاز. بس طبعا انا الحمد لله عرفت المعلومه دي من قريب وبدات اعملها، ان انا احط في اللين زي ما انتم شايفين كده هنا وهنا. طبعا انا مهما اسقي ميه، قصدي ازود ميه او انقص ميه في الحوض، هو كده اوتوماتيكلي اصلا دي عايمه على وش الميه، مش محتاج ان انا اثبتها الزقها، عشان خاطر لما بتتلزق واجي افكها تاني بتعذبني عذاب السنين يعني. وطبعا لما باجي افضي ميه او اعمل ميه وانا ببقى مثلا سايبها عشان اعمل حاجه تانية وهي ملزوقه بالسكوتش، طبعا لو في حاجه جوه هنا بالسلامه، ما عندهاش اي ميه هتبقى موجوده في الحضانه يعني. فطبعا فكره الفلين دي هتبدا طايفه معاك طالعه نازله، مفيش اي مشكله، مش هتبقى متضرره يعني. وورق لوز طبعا وشويه موس وكام زرع طافيه كده، وهما كده بيعملوا نموات اصلا بيكبروا الزرع الطافي دوت، اسمه مش عارف عش الضفدع على ما افتكر يعني. في منه هنا الحمد لله. بس هتبدا تعضها هنا. طبعا انا خلاص يعني انا حاطط دلوقتي الحته البلو تايجر اللي هناك دي، عشان هي دي اللي فاضله من ضمن اخواتها. ولما بيكون في عندي اي سمك او حاجه بروح منزلها هنا كده وحاطط لها الشبكه. الجزء اللي زي ده كده، الجزء اللي زي ده بيتركب بينزل كده وبيبقى في النص هنا كده، والسمكه بتبقى في الجزء اللي فوق، واي حاجه من الافراخ بتنزل او السمك اللي هو الزريعه بتنزل من الاخرام دي بيبقى في الجزء اللي تحت ده. فبالتالي السمكه ولا هتعرف توصل له ولا اي حاجه، ويبقى السمك في امان يعني، ولا حتى الام هتقدر تاكله. وطبعا انت طالما حطيتها في حضانه مفيش اي عوامل خارجيه هتيجي للسمك ويحصل له اي مشكله. بس دي كده كانت باختصار كده الحفاظ على الزريعه من عمر الفأس لحد ما يكبروا. ويا رب يزيدنا بركه ويزيدكم بركه،
وادعوا لي بصالح الاعمال، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وسيبوا لي كومنت لو في اي استفسار، وسيبوا لي كومنت لطيف على الفيديو ده. سلام.